اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. تعالوا نعمل النهاردة اكلة جميلة وقليل لما بنعملها او مش متعودين عليها. معظمنا يقول الحمام احلى والحمام اطعم. عايزة اقول لكم النهاردة لا، هنعمل مع بعض سمان واوعدكم هيطلع احلى واطعم من الحمام واوفر مليون مرة. يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفوني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهات الجديدة. انا جبت السمان غسلته غسلة كويسة جدا، واهم حاجة نطلب من المحل اللي هنشتري منه ان هو على قد ما يقدر يحافظ على الجلد بتاع السمان. بنغسل الطيور باي حاجة بنفضلها الا الخل، لان الخل بيظهر وبيثبت زفارة الطيور. غسلته كويس بملح وليمون ودقيق، ولو في معلقه طحينه كمان او حبه جنزبيل بودر. وبعد كده صفيته من اي ميه نهائي، ودي خطوه مهمه لان الميه دي لازم تتصفى عشان ما تعملناش زفاره في الطيور. جبت كده ملح وفلفل وبدات ان انا ابهر السمان من القلب ومن تحت الجلد علشان يبقى الفص كده متطعم وليه نكهه حلوه، وكمان لو في ريحه اي زفاره الفلفل الاسود بيخلصنا منها. بعد كده جبت بصل ابيض، انا بفضل جدا البصل الابيض في الحشوه بتاعه الطيور. ضفت عليه معلقه صغيره من الملح، معلقه من الفلفل، ومعلقه من الكمون. وكمان نخلي بالنا ان البصل اللي بنحشي بالطيور يفضل انه يكون التقطيعه بتاعته خشنه، يعني لو هنقطعه على ايدنا او لو في الكبه نعمله يا دوب فرمة واحدة في الكب، عشان احنا عايزينه يبقى خشن عشان يفضل مفلفل جوه حشوة الطيور. انا جبت هنا السمان وكنت مورقة كده ما بين الجلد واللحم. هبدأ اللي انا احشي كده وما نكترش عشان الجلد برضو بتاع السمان بيكون ضعيف، فهنحشي كده حسب حجم السمان اللي معانا. ومن جوه القلب يا دوب من هنا حبة وحبة كده، وفي القلب كام حتة من البصل، بيدي تطعيمة حلوة قوي قوي للفص بتاع السمان والقلب والعظمه، بيخليكي تاكليه كده كله على بعضه في منتهى الجمال. هظبط كده السمانه وهخليها كده السمانه جنبه بحبه البصل الحلوين المبهرين بالملح والفلفل والكمون. ممكن نضيف لهم كمان شويه من الزبيب، بيدي حلو، بيدي طعم حلو جدا وتطعيمه كده مسكره شويه للي حابب. كده خلاص حشيت السمانه بتاعتي، وباجي عند الفتحه كده بتاعت البطن كده زي ما انتم شايفين. ببدا ان انا ادخل الرجل والرجل التانية كده بالعكس زي ما انتم شايفين، تبقى كده عندنا السمانة متدلعة وقاعدة حاطة رجل على رجل وحاجة اخر دلع. هنعمل واحدة كمان مع بعض اهو من القلب ومن تحت الجلد. نحاول على قد ما نقدر نحافظ على الجلد واحنا بننضفه او من المحل اللي بنطلب منه، علشان الجلد ما يبقاش متقطع والحشوة دي كلها تنزل في الشوربة، وكمان يبقى شكله كمان حلو في التقديم. ومن عند الرقبة كده بديله شوية من المرتة دي لحد ما هخلص الكمية بتاعتي كلها اهو. من عند الرجلين بدخل كده رجل، والرجل التانية بدخلها من تحت الرجل الاولانية زي ما انتوا شايفين كده، وبشد بتعدي كده. ولا بنحتاج بقى ان احنا نخيطه او نقفله بخله، ما بينزلش بصل ولا اي حاجه في الشوربه. شايفين شكل السمانه بقى حلو ازاي؟ بقى قد الحمامه اهو. هخلص الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، وبالطريقه دي ولا احتاجنا ان احنا نخيط ولا خله، في ثواني بيتقفل معانا. ولو لقيناه متقطع او حاجه ممكن نظبطه بخله الاسنان، بتبقى حلوه جدا. حله على النار سخنه، حطيت معلقتين من الزيت، في مستكه ممكن نحط فصين مستكه، وهنبدا نشوح السمان. الطريقه دي بتفرق. ممكن تحطي ميه بتغلي وتسقطي فيها السمان، بس انا بحب اديله كده تشويحه مع المستكه والحبهان. ما نخليش النار عاليه قوي وما نقلبش فيه كتير عشان ما يتقطعش، مجرد ان هو يتشمع وياخد لون من كل النواحي، اللون الني ده يروح. وبعد كده بديله كده رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، فصين حبهان، كام ورقه لوري، واكيد هننزل عليه بميه سخنه مغليه. ما ينفعش بعد ما سخنا الحله وسخنا السمان وشوحنا وطلعنا الروايح الجميله ان احنا ننزل بميه بارده ونبرد كل اللي احنا عملناه. مجرد ما هننزل كده بالميه المغلية هيبدأ ياخد غلوة، وطالما السمان بتاعنا مغسول ومتصفي وزي الفل مش هيبقى عندنا ريم في الشوربة ولا أي حاجة. ولو في ريم ممكن نشيله كده من على الوش بالمعلقة، بتبقى الشوربة بتاعتنا صافية وجميلة. وكمان ريحة المرتة فيها كانت في منتهى الجمال. حبة شوربة معتبرين. ممكن بقى في محشي وملوخية، بطاطس بسلق بليمون، قلقاس، زي ما احنا عاوزين. أول ما نلاقيه استوى بنطلعه على طول من الشوربة علشان السمان بيكون ضعيف وما يتهريش مننا.
مننا. هنا جهزت ايه؟ جهزت معلقه كبيره من الزيت، عليها نص معلقه صغيره من لون الزعفران البودر، اللون الاصفر، وهبدا اللي انا ادهن بيها السمان. بتبقى النتيجه بتاعتها روعه. اعتمدي الزيت مع حبه اللون الزعفران البودر دايما في دهان كل الطيور، بيدي لون حلو جدا جدا. عارفين بيطلع كده زي لون المندي والفراخ المندي، اللون البرتقاني الحلو، يبقى بيكون من لون بودرة الزعفران مع شوية من الزيت. بدهنه كده دهنة حلوة وبدخله الفرن، مش الشواية. انا بدخله الفرن عشان كله ياخد اللون. الشواية بتحمر حتة وبتسيب حتة، انا دخلته على الشواية على طول. وحبة الشوربة دول ما ينفعش يعدي كده من تحت ايدينا من غير ما نعمل احلى طاجن ملوخية كده بالطشة تفحفح، وحبة الرزاية والرزاية، بقى عندنا احلى وجبة سمان، احلى من الحمام مليون مرة. جربوه هيعجبكم. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.